قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ده اسم الحمار. أن عفيرة يعني كان حمار النبي صلى الله عليه وسلم، ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى النبي، وهذا عجيب. النبي ركب الحمار، قام الحمار ملتفت للنبي، باصص له كده، باصص للنبي صلى الله عليه وسلم، لف دماغه وبص يكلم النبي. يقول له ايه؟ حدثني ابي. الحمار ابيه اهو، يبقى عندي 4 حمير. حدثني ابي عن ابيه عن جده عن ابيه، السند هنا في 4 حمير. طيب الحمار الرابع بيقول ايه اللي هو الكبير؟ ان نوحا ركب عليه، أن نوحا ركب عليه. الحمار 2 3 4. الرابع بيقول إن كان ركبه نوح فمسح على كنفه، وفي رواية كيفية، ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الأولين والآخرين، أي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار حتى تركبني يا رسول الله. يعني الحمار ثانية. الحمار بيقول السند كله اهو، حدثني ابي عن جدي عن ابيه، يعني الاسناد كله 4 حمير. نوح كان راكب الحمار الرابع، يا رسول الله فداك ابي وامي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.